لو سألت اي جيمر في الكوكب بتاعنا ده اللي عايز الحرق عن الزومبي في العالم من الالعاب، غالبا هيقول لك عن لعبه ريزنت ايفل وقد ايه الزومبي فيها مرعب وعادي الاجزاء اللعبه كتير. اما لو هو اقل شويه شويتين 3 4 فهتلاقيه بيقول لك عن الزومبي في ماينكرافت وقد ايه انواعهم مختلفه وقدراتهم كمان مختلفه. لكن لو هو اسطوره وعظمه مجنحه وبيطير في الجو فهيكلمك عن لعبه بلانتس في الزومبي. والصراحه مع حق، اللعبه لعبه تختيم. فكره اللعبه ببساطه انك مزارع وبتحمي الراجل ده من الزومبي عن طريق زراعه النباتات المتوحشه واللي بتدرس الزومبي. والنباتات دي بتندرج تحت 5 انواع، زي نباتات بتديك مصدر طاقه، ونباتات بتهاجم، ونباتات بتدافع، ونباتات متفجره، ونباتات من نوع خاص. والنباتات دي مدربه انك تزرعها في الارض عشان تقاوم وتقتل الزومبي. كل ده علشان بس الزومبي ما يعديش وياكل دماغ الراجل ده، لان الزومبي حرفيا بياكل الاخضر واليابس. يعني الزومبي يقتل صحابي عادي ويقتل اخواتي مفيش مشكله، لكن يقتل الراجل اللي جوه ده هتبقى سواد على الكل. يلا بينا يلا بينا. صراحة الراجل ده انا خفت عليه اكتر من اي حد. يعني الزومبي دولت في 3 انواع بس اللي هيقفوا معاك في العادي. يعني هم احقر 3 انواع من الزومبي دول. الزومبي اللي حاطط جردل على فوق راسه ده، وده حرفيا هيعصلك معاك كتير. اما بقى الزومبي اللي هو اللي عامل فيها بيلعب كرة القدم الامريكية ديت، فهو حرفيا من احقر واقواهم من الزومبي دول كلهم. اما بقى الزومبي العملاق دول ده حرفيا ملوش حل، لازم تكون مجهز نباتات متفجرة معاك عشان تخلص عليهم. وكمان اللعبة دي فيها اطوار كتير، يعني في باللعبة دي تقدر تلعب بالنهار وبالليل وحتى في المسبح وحتى على السطح فوق البيت. وتربى في السطح في اخر مرحله خالص انت بتصارح البيج بوس بتاعهم واللي هو دكتور زومبي. ده والعياذ بالله هو زومبي عادي ولكن مثقف حبتين 3. قدر يبني العملاق المدرع بس نسخه الغلابه في اللعبه دي. انت اول ما تشوف انت كده خلاص هتتاكد انك خلاص كده ميت بسبب الزومبي العملاق اللي معاه. لكن بعد ما هو يرفع رايه الاستسلام اعرف مكانك يا ابن حرفيا انا بعد ما هزمته قعدت احتفل وكده خلاص خلصت الحرب. هذه تستحق احتفالا. هات الخمره يا غلام. لكن لقيت مره واحده ان هم بيدوني كاس والنباتات بتبدا تغني وتحتفل معايا. حرفيا دي من اعظم الاغاني اللي سمعتها في الطفوله بعد ما ختمت اللعبه. وحرفيا اللعبه دي لعبه اسطوريه ولازم تكون مقدره فوق الراس. يكون فيديو النهارده عارف ان في حاجات كنت ما اتكلمتش عنها زي النباتات المطوره والمراحل التانيه زي البازل والسرفايفل. واكيد طبعا مش عايز اقول لك ان اللعبه ليها نسخه للموبايل، ولكن حرفيا نسخه الموبايل ليها نسخه تراش، ولكن نسخه البي سي افضل نسخه. وبس اللايك وسبسكرايب.